أنا كواحدة مقيمة في دولة الإمارات العربية، عجبتني فكرة إنك تاخد شقة وتعملها شيرنج أو بارتيشن أو غرف، يعني نظام إيجار. هي طبعا مع بعض الناس مجدية وبتدخل دخل كويس، ومع بعض الناس بتخسر وما بيكملش فيها. فطبعا لما عجبتني الفكرة قلت أجربها، ليه لأ؟ يمكن تجيب دخل كويس أو حاجة. المهم عجبني فكرة الغرف، يعني انت يبقى عندك شقة مثلا 4 وصالة، فتأجرها غرف، يعني اللي يجي ياخد غرفة أفضل من وجع الدماغ من ان انت تعملها سراير وتأجر لكل واحد مثلا سرير، يبقى الأوضة فيها مثلا 4 أو 3. دي بتبقى يعني مشاكلها كتير شوية ووجع دماغ وتفاصيل أكتر، وهتبقى عايزاك انت او محتاجه ان انت تبقى متفرغ للموضوع. فانا فضلت فكره ان انا لو عندي شقه اجرها نظام غرف، يعني اللي عايز غرفه اوكي تمام، غير كده موضوع سريع. فطبعا كان بيبقى معايا ناس بتسوق او بتعلن عن الغرف دي، او تجيب ناس علشان تسكن، او ناس تيجي عن طريقي وكده يعني. ففي يوم من الايام كان في حد المفروض ان هو يعني حد صاحب سيارة بيشغلها نظام كار ليفت. كار ليفت ده مسمى فيما معناه هنا في الامارات ان انت تبقى جايب عربية ملاكي وبتشغلها مشاوير بالاجرة، يعني مشوار داخل عجمان، او من عجمان لدبي، او من عجمان لابو ظبي، او من عجمان للشارقة، او العكس. المهم ايه، كار ليفت بين الامارة والامارة او داخل الامارة الواحدة. الشخص ده اللي هو عنده عربية كار ليفت كانت سبب معرفتنا بيه ان هو احتاجناه في مشاوير، اوكي، يعني خدناه كده في كام مشوار فعرفناه. فجي يوم من الايام هو ما كانش يعرف ان انا عندي اماكن باجرها وكده، فقال لي ما تعرفيش حد عنده غرفة للايجار؟ لان انا الست اللي انا مأجر عندها المفروض النهارده اخر يوم ايجار ليا، وقالت لي اخرك الساعه 12، اخرك الساعه 12 الظهر، بعد الساعه 12 هدومك هتبقى بره باب الشقه او هدومك هتبقى في الشارع. فقلت له ليه اخرك الساعه 12 وليه هدومك هتبقى بره الشقه وانت مش دافع ايجار؟ قال دافع لها ايجار. قلت له طب ما اللي هي يعني عايزه تطردك ليه؟ قال هي ست مجنونه، وهي ست معرفش مخها ماله ومخها طائق و طبعا وقال يعني ان العيب منها، وان هي مش مقصر وبيدفع الايجار تمام وزي الفل، بس هي اللي بتاعت مشاكل. انا طبعا استغرب، لان اي شخص عنده شقه وبيأجرها هو مش محتاج من المستأجر اي حاجه غير ان هو يحترم نفسه ويدفع الايجار. اكتر من كده انت مالكش عنده. فلو انت بتدفع وملتزم، الست هترمي لك هدومك بره في الشارع ليه؟ المهم قلت له هشوف لك تمام، بس انا ما قلتلوش ان انا عندي مكان متاح. فانا يعني نسيت الموضوع شويه، او ما اهتمتش، لان انا اعتقدت ان هو ممكن يكون مكلم ناس تانية، او في ناس هتخدمه في الموضوع ده، او تشوف له مكان يسكن. طبعا جينا على المغرب، الكلام ده كان الساعه 11 الصبح. جينا على المغرب، هو بيرن عليا بيكلمني ايه الاخبار، عملت ايه؟ يعني ما ردتش عليا، ما انا قايل لك ان انا محتاج غرفه وكده، ما لقيتيش. قلت له انت عملت ايه مع الست دي؟ قال لي مصممه ولميت لي هدومه وطلعتها لي بره الشقه، ومش مصممه ان انا ما اقعدش في الشقه. قلت له طيب هو انت معاك فلوس تدفع ايجار؟ قال انا معايا. قلت له طب ايه مشكلتك؟ الشقق كتير والاوض كتير والف مكان هتلاقي فيه، انا ما لقيتش والله. قلت له طيب هو في غرفه عندي كان في حد متكلم عليها ولسه ما جاش. قال عندك انتي؟ قلت له عندي. قال ما قلتيش ليه؟ ما انت شايفاني من الصبح من الساعه 11 وما اعرفش ايه، وبحاول يعني اجمع كده معلومات او اعرف ناس يوروني سكن. طب طالما عندك خلاص يبقى وتهت والاناء، ادينا انا الغرفه دي. قلت له الايجار بكذا. تمام؟ قال لي تمام، مش مختلفين، هتاخدوا جزء النهارده وجزء بعد اسبوع. قلت له ماشي بعد اسبوع. المهم كان الجزء اللي هيديهولي في الاول يغطي الاسبوع. قلت تمام، لو بعد اسبوع ما دفعش انا هقول له لو سمحت بعد اذنك عايزه باقي المبلغ، ماشي، لان الحق ما يزعلش. المهم ايه، جه وسكن واداني جزء من مبلغ الايجار، وقال لي بعد اسبوع
الجزء التاني. عدى اسبوع. ها هي يا ابو صفاء ايه الاخبار؟ احنا المفروض النهارده ميعادنا علشان تديني ايه باقي الفلوس. المفروض ان شهر بيدفع على بعضه. فقال لي والله العظيم لسه ما جبتش فلوس، والناس اللي هم عندي اللي انا بودهم بالعربيه بيدوني بالشهر ولسه ما ادونيش، واحنا دلوقتي في نص الشهر، يعني النهارده 16 الكلام ده كله. قلت له يعني يعني اديني بس 5 ايام كمان. قلت له ماشي 5 ايام كمان نصبر على بعض برضه. انا ما قلتلكوش ان هو مصري. مصري. فعدوا ال5 ايام اللي هو المفروض قايل عليهم. الاخبار يا ابو صفاء تمام؟ قال له والله العظيم انا تعبت وصاحبي جاب لي الاسعاف، وانا كنت سايق العربيه ومره واحده تعبت واغمى عليا وركنت على الطريق، حتى ما لحقتش اركن على الطريق، وقفت مره واحده فرملت وجات لي الشرطه، وحتى كانوا هيخالفوني لولا ان عرفوا ان انا تعبت. يعني ايه؟ قال لي الدنيا يومين كمان. اديت يومين كمان. كان ايه؟ عدى وقت يعني من الشهر جامد، تقريبا 17 يوم من الشهر. المهم جاب لي باقي المبلغ تمام، يعني على يوم 17 او يوم 18 في الشهر كده جاب لي باقي المبلغ. كملنا الشهر، والمفروض مع بداية الشهر الجديد يبقى فيه ايجار الشهر اللي انت هتسكنه، يعني انت بتدفع مقدم، وده النظام هنا في الامارات. طبعا جينا اول الشهر ما معهوش فلوس. انا عندي كريزة كلى، ورحت للدكتور واشاعات وتحاليل وكشف، فمعلش وانا ظروفي صعبه. قلت له معلش يعني انت شغال، يعني انت بتخرج او بتطلع يعني مثلا الصبح بدري الساعه 6 او الساعه 5 وبتقعد كل اليوم بره، طبعا انا عارفه ده بيمشي امتى وبيرجع امتى، فانت شغال وعندك ناس، واقل زبون عندك بيدي لك في الشهر مثلا 1500 درهم، وعندك كذا واحد بتوديه وتجيبه. الفلوس دي بتروح فين؟ انت لوحدك وبطولك ومعلكش اي التزامات تانية غير السكن بتاعك اللي هي الاوضه اللي انت ساكن فيها ولقمتك. كونك ان انت شغال كارليفت ومش عارف تدفع ايجار، مش عارف تاكل وتشرب، فده لازمته ايه يعني؟ المهم قال لي انا هتصرف لك. هتصرف لك، هجيب من صاحبي فلان الفلاني وحاضر. فخلى صاحبه كلمني واصبر عليه شويه كده لان ظروفه صعبه اليومين دول. تمام طيب ما تدفعوا ليه انت طيب وانت تبقى تصبر عليه؟ لان انا عندي التزامات انا برضو، فواتير كهرباء وميه وانترنت وصرف صحي وايجار كمان انا بدفعه. فانت اديله او ادفع له وبعدين انت بايه اصبر عليه. قال والله العظيم لو معايا كنت دفعت له والحوارات دي. المهم عدى يوم واثنين وثلاثه في الشهر. ايه يا ابو صفاء الاخبار؟ انت كده دخلت في الشهر الجديد وما فيش اي ايجار وصلني كده، يعني مش هينفع يعني. ايه الوضع؟ فهمني. انا لو عارفه ان انت ما معكش انا خلاص اوكي اسكن، ولما تكمل الشهر ما يبقى معاك فلوس، لكن انا عارفه ان انت معاك فلوس. المهم قال لي بصي على يوم 10 الشهر، والله العظيم في رقبتي. في رقبتي. حاضر يا ام يوسف حاضر، انا هدفع الايجار والله العظيم متقلقيش. كفايه وقفتك جنبي، وكفايه ان انتي سكنتيني وانا هدومي كانت مرميه في الشارع، كفايه يعني جدعنتك معايا كست. حاضر. يبقى احنا كده ميعادنا ايه؟ يوم 10. يوم 10 الفلوس هتدفع. اجي انا بقى يوم 7 الشهر، يوم 7 تمام، يوم 7 الشهر بالليل، يعني كان صباح يوم 8، ويجي صاحبنا ده ابو صفاء يلم حاجته. حاجته اللي هي عبارة عن هدوم، يلم شنطه وحاجته ويمشي الساعة 3:30 الفجر من السكن. خد حاجته ولم حاجته ومشي الساعة 3:30 من السكن. هربان. هو كده يعتبر 8 ايام سكن. هما ال8 ايام مش حاجة، بس ان انت تبقى راجل وكمان صعيدي وتهرب هروب الفيران زي ما بيقولوا عندنا في مصر وبالبلدي في نصاص الليالي، ده بعد نصاص الليالي كمان، وتهرب هروب الفيران والمجرمين من السكن علشان انت ما تدفعش 8 ايام او باقي الشهر
اللي عليك. هو انت في الحاله دي الواحد بيبقى ملزم، انت ليك شهر، انت واخد الشهر، انا ماليش دعوه، انت